اهلا بيكم في الفيديو التعريفي للجرامر كورس. ايه هو الجرامر اصلا؟ دي الوسيله اللي بتعبر عن افكاري وعن نيتي وانا بتكلم انجلش. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتقولك الجرامر مش مهم والجرامر مش لازم وما تدرسوش وما تذاكروش وما تسمعوش، ده ما ينفعش باي شكل من الاشكال. لان انا كل ما هحب اعبر عن حدث معين، حاجه حصلت زمان بتحصل دلوقتي هتحصل بكره، اقول لحد ان في اكشن معين انا هاخده في وقت ما، مش هعرف اعبر عنه من غير جرامر. مش هعرف اصلا اعمل جمله من غير جرامر، لانه ببساطه مفيش جمله بتيجي من غير افعال، والافعال عشان احطها صح لازم اعرف الجرامر بتاعها. معنى كده ان عقده الجرامر مش هتتحل لو انا فهمت امتى بتكلم الجرامر، وقتها هعرف استخدمه من غير مشاكل. يعني فور اكزامبل، انا لما باجي اتكلم عن البريزنت سمبل، طبعا احنا هناخد الكلام ده بالتفصيل بس احنا بس بنفهمكم اهميته. لما بتكلم عن البريزنت سمبل ده معناه ان انا بتكلم عن حياتي. البريزنت سمبل ده صاحبي، بيوصف كل الحاجات والعادات والافكار اللي انا مؤمن بيها وبعملها كل يوم كل شهر كل سنه، اي حدث متكرر، عاداتي، احلامي. انا لما باجي اتكلم مع اي شخص في الدنيا، اول ما ببدا اعمل معاه كونفرسيشن عشان يتعرف عليا واتعرف عليه، ما بسالوش عملت ايه امبارح، ولا بساله هتعمل ايه بكره، بساله بتحب ايه، بتكره ايه، مين المطرب المفضل ليك، ايه الروايه اللي بتحب تقراها دايما. كل ده present simple. لما بقى بحب اعبر عن حدث محدد حصل في حته معينه في وقت معين من الزمن، ببتدي اروح لتنسس تانية. معنى كده اني لو فهمت امتى بقول ايه، مشكلتي هتتحل. مشكلتك هتتحل في الليسننج وفي الريدنج وفي الرايتنج وفي السبيكنج اللي هو عقده الكل. يبقى نتابع كورس الجرامر حلقه ورا حلقه. هننزل اماونت صغير جدا، هنحط جزء بسيط كل مره هنتدرب عليه كويس، وهنسيب اكسرسايز في اخر الحلقه في الديسكربشن، او ممكن نسيبه في الفيديو نفسه، يعني هنشوف هنظبطها ازاي. المهم انه في اخر كل حلقه هيبقى في عندنا اكسرسايز هنحله، وسبيكن تيست او سبيكن اكسرسايز برضو هنشتغل عليه. يعني طريقه هقول لكم ازاي تتكلموا التنس ده لوحدكم تدربوا عليه في البيت، عشان نحل مشكله اني مش فاهم الجرامر وطلبه المدرسه والثانويه العامه يبطلوا يحلوا الجرامر بالاحساس. عشان انا لما كنت بتكلم معاهم كانوا يقولوا لي الجرامر ده بيتحس، انا بحس الاجابه، بعرف الاجابه الصح في انهي حته بالظبط في الجمله بالاحساس. هو ده صح مش غلط، بس في مرحله متقدمه جدا من اللغه. يعني بعد شويه لما عقلك بياخد على الصح، لما بيبقى فيه جمله غلط او جمله فيها حاجه مش مظبوطه، بتلاقي نفسك بتقف عندها من غير وعي. ده لان مخك اتدرب كفايه. لكن موضوع ان انا اول ما اشوف الاجابه اقول حادي بادي كرنب زبادي هي دي، شكلها بيقول ان هي دي الاجابه الصح، ده ما ينفعش نمشي عليه باي شكل من الاشكال، ده يودينا في داهيه. سواء كنا بنتكلم او بنسمع او بنقرا او whatever. هتفهم وتستوعب معاني اللغه وهم عاوزين يقولوا ايه، هتفهم وتستوعب القصه اللي كل سنه بتقعد تمسكها تبقى محتاس فيها ومش عارف الناس دي عايزه منك ايه. هتعرف ازاي تقرا باراجرافز، تكتب ارتكلز، وتعدي كل الحاجات دي لما تفهم جرامر صح. استنونا في كورس الجرامر حلقه ورا حلقه عشان نستفيد ونظبط الانجليش كله. هناخد ال 12 تنسز، هناخد كل قواعد الجرامر اللي احنا محتاجينها في الرايتنج وفي السبيكنج. استنوني.